وإذا كان في كل مجتمع أشخاص معروفون بسمات خاصة تميزهم وتجعلهم معروفين بين الخاص والعام، إما لصلاحهم أو لجذبهم أو لاعتقاد الناس في بركتهم أو لغرابة أحوالهم وتصرفاتهم أو لطرافة ملابسهم ومظاهرهم، فقد عرفت تطوان في غضون القرن العشرين شخصيات من هذا النوع. منهم مثلا سيدي مفضل دلبحر، السي مفضل النغنوغي، سيدي علال شوبيرة، زوماح، إزرعكون، الهاشمي البخاري، عفار همدولاع، أحيطك بالك النكاس، يحيى النسا، يايا. إزرعكون عاش في مدينة تطوان في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، وعاش إلى حدود أواخر السبعينيات، وتوفي بها على الأرجح سنة 1977. كان يجوب شوارع تطوان وأزقتها ودروبها وساحاتها، وهو يصطحب معه كلبته الصغيرة. يحكى عنه أنه كان يردد باستمرار قولتين اثنتين اشتهر بهما: إزرعكون، الله يأذي من آذانا. هناك أخبارا وطرائف كثيرة تروج حول هذه الشخصية الغريبة الأطوار الهاشمي البخاري. أذكر منها أنه ضبط ذات ليلة وهو سكران سكرا طافحا، وفي الصباح قدموه أمام القاضي فحكم عليه بعقوبة سجنية نافذة، فقال مخاطبا القاضي: إيوة احكم الويسكي على الدومي، نوع من الشراب الرخيص. ومرة أخرى اعتقل لأنه سمح لكلبته بمهاجمة طفل، فلما وقف أمام القاضي وسأله عما اقترف قال له الهاشمي: صل على النبي. فصلى القاضي على النبي وأعاد عليه: صل على النبي. فصلى القاضي، وكرر الهاشمي طلبه للمرة الثالثة، فاغتاظ القاضي وقال له متذمرا: ما عندنا شغل لدينا سوى الصلاة على النبي؟ فأجابه الهاشمي: أنت سئمت من الصلاة على النبي لمرات قليلة، فما بالي أنا والأطفال كلهم ينادونني طوال النهار: وازرع كوان، وازرع كوان، فكيف لا أغضب؟ إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على المتابعة، فمرحبا بكم في صفحة علي أضردور.